ما خدتش بالك من حاجة؟ تلاقي ان الكبير صغير، غني فقير، ذكي غبي. لما انت مثلا تيجي تقعد مع انسان، مثلا شخص ما قاعد على القهوة، قاعدة في مناسبة عائلية، تقعد معاه في اي حتة مثلا، ويبدأ بقى يحصل ما بينكم فضفضة كلام بقى، وهو بيشكي لك بقى عن همومه والظروف والايام السوداء، وانت نفس النظام تشكيله، وتفضلوا ان انتوا تتكلموا مع بعض، والكلام يبقى عبارة عن انك انت عندك مشاكل وهو عنده مشاكل، والظروف وايام صعبة وايام سودة واحنا مستحملين بالعافية، وهالكلام اللي زي ده كتير. ما سألتش نفسك ليه هو بيحكي لي عن مشاكله وانا ليه بحكي له عن مشاكله؟ يعني ليه هو بيحصل كده؟ هتلاقي ان الاجابة، مثلا معظم الناس هتقولك ان الاجابة هو بيحكي لي عن مشاكله علشان عاوزني مثلا ان انا اتدخل في مشاكله، او اساعده، او اجيب له حل في مشكلته دي. ممكن مثلا في حل هو محتاجه وما خطرش على باله، فعاوزني ان انا اساعده في حل المشكلة. احتمال 99% الاجابة دي غلط. هو بيحكي لك عن مشكلته مش علشان، لو مؤاخذة في الكلمة، انت اينشتاين مثلا، او انت اذكى واحد في الدنيا. لا، هو قادر ان هو يحكي مشكلته. وغير كده يعني انت لما تيجي تحل مشكلة، لازما المعطيات كلها تكون عندك، وانت عندك جزء من المعطيات. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بص، انت ممكن تجيب له حل للمشكلة اللي هو عاوزها، بس الحل ده ممكن انت شايفه صح، بس لما يجي هو يطبقه يطلع الحل ده غلط خالص بالنسبة له. ليه؟ علشان انت ما تعرفش تفاصيل حياته. هو ما قالكش عن حياته كلها، ولا يعرف يقولك عن حياته كلها. في تفاصيل صغيرة لازم أن تكون انت عارفها. فانت بالتالي انت ما عندكش المعطيات كلها لحل المشكلة، انت عندك جزء من المعطيات. فانت بالتالي مش هتعرف تحل المشكلة كلها، ممكن تقدر تحل جزء منها من المشكلة. بس هو لما بيجي يحكي لك عن المشكلة، هو مش عايز منك حل، ولا عايز منك انت تشغل دماغك تمام وتدي له حل، او تقول له اعمل كذا وكذا او جرب كذا وكذا. لا، هو مش عايز منك ده كله. هو بيعمل ده كله علشان محتاج الحنية، محتاج كلام حلو، محتاج حد يطبطب عليه. والأغلبية إن البنات بيعملوا كده معانا كتير. بس عامة يعني في حياتنا إن غريزة الإنسان أصلا بيبقى إن هو محتاج الحنية، حد يطبطب عليه، حد يقول له كلام حلو في وسط الظروف والأيام الصعبة اللي هو بيشوفها، في وسط المشاكل اللي هو عمال يقابلها، في وسط حاجات كتير هو عمال يقابلها ومش قادر يستحملها. بس من رغم ده كله هو مستحملها علشان اتفرضت عليه في دنيته. فهو لما بيجي يحكي لك عن مشاكله، هو محتاج منك حنية، محتاج منك كلام حلو، محتاج بانك انت تطبطب عليه. هتقول لي طب هو ده هيفرق في حياته؟ اقول لك 1000000% هيفرق في حياته. الكلمة الحلوة قادرة بان هي تهدي انسان وتبني انسان من اول وجديد. مثال علشان نفهم الموضوع اكتر واكتر، دلوقتي مثلا جه واحد صاحبك قاعد معاك على القهوة وقال لك ده انا الظروف صعبة وشغال شغلانتين والمرتب مش مقضي وانا عاوز اتجوز، والذهب عمال يغلى والعفش عمال يغلى وانا مش معايا حاجة ومفيش حد هيساعدني واهلي مش هيقفوا جنبي وي وي وي، وحكى لك على حاجات بصراحة يعني حاجات صعبة، حاجات هو يعني ما يقدرش يستحملها في سنه دي، او حاجات يعني حاجات هو مش قادر ان هو يستحملها، حاجات كبيرة عليه، تقيلة عليه. فانت بالتالي المفروض تعمل ايه معاه؟ تقول له مثلا هتحل له المشكله بتاعته، هتدي له فلوس والكلام ده. ممكن انت مثلا لما تعمل كده معاه مثلا هتساعده، بس عارف انت لما تيجي بقى تقول له كلام حلو، هتقول له مثلا يعني كمثال، هتقول له وانت هتفتكر ان مثلا ربنا نسيك؟ هو اللي انت هتفتكر ان من رغم الذنوب والعيوب اللي موجوده عندك، او من رغم الغلط ان انت بتعمله، او من رغم اي حاجه انت بتعملها وحشه، كلنا بنعمل حاجات وحشة علشان كلنا بني ادمين، وخير الخطاؤون التوابون. فكلنا بنغلط، مفيش حد فينا بيغلط مبدئيا يعني. هتقول له مثلا هل تفتكر ان يعني الذنوب اللي عندك ولا الحاجات الغلط اللي انت بتعملها ده كله، هل تفتكر ان ربنا هينساك؟ هل تفتكر ان ربنا مش هيقف جنبك؟ هل تفتكر ان ربنا مش هييسر ليك الجواز؟ هل تفتكر ان اليوم ان انت بتحلم بيه وانت ماسك ايد عروستك وبتدخل باب الشقة وخش برجلك اليمين والكلام الحلو ده كله، هل تفتكر ان الكلام ده بعيد عن ربنا؟ او هل انت تفتكر بان الكلام ده مش هيتحقق قريب؟ فانت لما تيجي تقول له بقى كلام حلو زي كده بقى مثلا في الموضوع ده، هتبدأ في لمبة كده في دماغه، لمبة الامل تنور وتحسسه بان الدنيا لسه فيها خير، بان لسه ربنا فاكره من رغم الذنوب والسيئات والحاجات الغلط اللي بيعملها.
ان الظروف اللي هو شايفها وان المشاكل اللي هو فيها ده كله، ان ربنا لسه هيقويه عليها، ان هيعديها، ان في حاجات خير جاي كتير. بس انت محتاج بانك انت تصبر وتقول له كلام حلو زي ده كتير. فهو لمبة الامل في دماغه تبدا تنور وتقول ايه ده، يعني انا لسه ربنا فاكرني، يعني انا خلاص قربت اتجوز، يعني خلاص الدنيا هتتيسر معايا وهتجوز قريب، يعني كذا وكذا وكذا وكذا. هتبدا انت تزرع في قلبه ان الدنيا لسه فيها خير، هتزرع في قلبه انك انت تطمن، المشاكل اللي انت فيها دي كلها هتتحل. بس انت تطمن، الدنيا مش مستاهله، ربنا لسه فاكرك من رغم ان انت بتعمله، ان كذا وكذا وكذا وحاجات زي كده كتير. هتبدأ ترسم الابتسامة على وشه. هتقولي طب انا ليه اعمل ده كله؟ احنا بقينا في زمن كلنا عمالين نحارب في بعضينا، كلنا بقينا بنجري على مين اللي يفرح الاول، مين اللي يرتاح الاول، كلنا بنجري على مصلحة نفسينا. ليه انا اعمل كده في الزمن الوحوش اللي احنا عايشين فيه ده؟ اقول لك بص، بمعنى صح انت بتعمل كده علشان مصلحتك في الاخر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بمعنى صح، كما تدين تدان، ونقطة من اول السطر. انت لما تيجي النهارده تقول كلمه حلوه لانسان وتقول له بكلام حلو يزرع فيه الامل، وترسم الابتسامه على وشه، وتخليه بان هو يعني يبقى عنده يقين في بكره، ان هو يحس ان فيه لسه خير، يحس ان الدنيا يعني مهما كانت الدنيا جايه عليه ان لسه ربنا هيقويه، ان ربنا هيرزقه، ان ربنا لسه فاكره من رغم الذنوب اللي بيعملها، وانه حاجات كتير حلوه من الكلام ده كله. ولما انت تبدأ تقول الكلام ده كله تعمله النهاردة، تنام تصحى تلاقي ربنا بعت لك انسان في وقت انت كنت محتاجه. انت ممكن تنام تصحى صحتك وجسمك 100 فل و14، ما فيكش ولا مرض ولا فيك اي عيب، بس حالتك النفسية تحت الارض، مش قادر تقوم تتحرك من على السرير من كتر الخنقة الموجودة جواك. فانت يعني مش قادر تقوم تشتغل، مش قادر تقوم تذاكر، مش قادر تنزل تقعد مع اصحابك على القهوة، مش قادر تعمل اي حاجة من كتر ما حالتك النفسية تحت الارض ومخنوق من نفسك. فيقوم ربنا يبعت لك انسان يقول لك كلام حلو، او مثلا يعمل معاك مثلا موقف معين، ولا يعمل معاك فعل معين يغير مودك في اليوم كله. بدل ما انت مش قادر تنام بدل ما انت مش قادر تقوم من على السرير، تلاقي نفسك بانك انت قمت فزيت جريت مره واحده، نزلت على الشغل، نزلت قعدت مع صحابك، الضحكه ماليه وشك، في سعاده من جواك، في ابتسامه مرسومه على وشك، في حاجات كتير حصلت لك واتغيرت في يومك. ليه؟ بسبب انك انت سمعت كلمه حلوه، بسبب ان في انسان معين عمل معاك فعل او موقف معين غير يومك. ونفس الكلام ده بس بالطريقه، بنفس الكلام ده بالعكس، لو حد بقى قال لك كلمه وحشه فانت ممكن يومك يتغير 360 درجه. بس نرجع خلينا في الحته الايجابيه ادق. فلازما انت تعمل النهارده بانك انت لازما تقول كلام حلو، بانك انت لازما تتبرع من حنيتك للناس اللي عايشه حواليك، للناس اللي انت بتقابلهم. ليه؟ علشان كما تدين تدان. انت عملت النهارده خير هتلاقيه بكره، عملت شر هتلاقيه بكره. نفس الكلام ده هيتطبق بقى في حياتك. فانت لازم ان انت النهارده تتعب علشان تلاقي بكره. الكلمة دي احنا بنسمعها واحنا صغيرين واحنا في حضانة من ابونا ومن امنا، اتعب علشان تلاقي بكرة. بس انت لو طبقت الكلمة دي على كل حاجة في حياتك كبيرة وصغيرة، فعلا هتلاقي ان الكلمة دي يعني الكلمة دي صادقة 1000000%. بانك انت لو تعبت النهاردة وقلت كلمة حلوة للإنسان، انت قادر بانك انت مش تقولها ليه وتروح مثلا تعمل اي حاجة تاني تفيدك انت لمصلحتك انت، بس انت اخترت ان انت ما تعملهاش، واخترت بانك انت تفضل قاعد شوية مع الانسان التعبان نفسيا ده وتقول له كلمة حلوة علشان تبدأ الابتسامة تترسم في وشه. وفعلا لما تعمل كده تلاقي ان الابتسامة اترسمت على وشه. تنام تصحى تلاقي نفسك اتحطيت في نفس الموقف اللي كان محطوط فيه الفلان بتاع امبارح اللي كان تعبان نفسيا، انت بقيت زيه تعبان نفسيا. وتلاقي ربنا بعت لك حد يقول لك كلام حلو علشان تقوم تفز تكمل حياتك، علشان تقوم تفز تشوف احلامك، تشوف طموحاتك، علشان تكمل حياتك وانت سعيد. السعادة في دنيتنا دي بقت مليانة تشتت، بقت مليانة تشويش، بقت مش زي الأول. بس في نفس الوقت طول ما في ناس بتحاول بان هي تقول كلام حلو
حوالينا وبتتبرع بالحنية بتاعتها للناس اللي عايشة معاها، للناس اللي بتقابلها، طول ما يبقى الدنيا لسه فيها خير. انا مش بقول كلام فلسفي، بس عاوز اقول لك يعني نهاية الفيديو، مهما ان انت كنت شفت من الظروف، من المشاكل، شفت ايام سودة قد ايه، مهما ان انت اتبرعت من خير وحنين وكلام حلو وطبطبت على ناس كتير، بس كلهم بيجوا عليك في الاخر، مش هيجي ذرة من الرسول عليه افضل الصلاة والسلام شافه. دي حاجة. بس من رغم ان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام شافه، بس فضل ثابت ومكمل بان هو يعلمنا ازاي نزرع الامل في حياتنا، ازاي ان احنا نقول كلام حلو، ازاي ان احنا نبقى حنينين على الاخرين، ازاي ان احنا ازاي ان احنا نفهم كما تدين تدان، ان الفعل اللي انت هتعمله النهارده هيترد لك بكره، ايا كان خير او شر. وعلمنا حاجات كتير 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 جدا، لو فضلنا نتكلم عليها مش هنلاقي وقت نجمع فيه الحاجات دي كلها. بس فضل ان الرسول عليه الصلاه والسلام ثابت على اخلاقه الكريمه واخلاقه الطيبه، وفضل يعلمنا، ولحد دلوقتي احنا بنتعلم من رغم ان هو مش موجود معانا عليه افضل الصلاه والسلام. فانت بالتالي لازم تتعلم من سيدك، من رسولك عليه افضل الصلاه والسلام، وتشوف هو كان بيعمل ايه وتعمل زيه. الدنيا وحشه ملناش دعوه، الدنيا زفت ملناش دعوه، البني ادمين اللي احنا عايشين معاهم ما ينفعش اصلا ان هم يعيشوا معانا وهم بني ادمين خنازير بمعنى الكلمه، ملناش دعوه. ربك كريم، انت النهارده هتقول كلمه حلوه ربك هيرزقك بحاجات انت ممكن ما تتوقعهاش، انت ما تعرفش كرم ربنا عامل ازاي. فانت اعمل الخير علشان يترد لك اضعاف اضعاف، وانت اعمل الخير علشان مصلحتك، اعمل الخير علشان ترسم الضحك على وشوش الناس، علشان ده كله في الاخر هيترد لك في مصلحتك في الدنيا وفي الاخره. وبس كده، هشوفك في فيديو جديد في موضوع جديد. سلام.